تروح قبل كده زار أم مسامح؟ خلينا نعرف الأول يعني إيه كلمة زار. كلمة زار أصلها في لغة كوش في جنوب السودان وأثيوبيا، معناها جار يعني كبير الآلهة. واتقال برضو إنها من فعل زار في اللغة العربية، واللي مقصود بيه زيارة الجن لجسم الإنسان. والزار هو نتيجة لصراع الإنسان مع القوى المادية والغيبية المحيطة بيه. طب يا ترى إيه هي بقى طقوس الزار؟ أولاً لازم يلبسوا ملابس بألوان معينة، وده حسب الأسياد اللي هما بيستدعوهم. وبيلبسوا برضو اكسسوارات من الفضة والتمائم وأظافر المعيز. وعشان من طقوس الزار تقديس الرقم 7، فهم بيستخدموا 7 أنواع من البخور. وأما بقى عن الآلات الموسيقية اللي هم بيستخدموها، فهم بيستخدموا حاجات زي الدفوف والصاجات والمزاهر. وبيكون الزار مكون من مجموعة من الناس بتقودهم الكوديا، وبتكون الكوديا دي هي الوسيط الروحي ما بين المريض اللي جاي الزار علشان يتعالج وما بين العالم الآخر الغير مرئي. مع الموسيقى والبخور والمزاهر والدفوف والأغاني الشعبية اللي بتتردد طول فترة الزار، بيبدأ كل المجموعة اللي موجودة إن هم يتحركوا في حركة دائرية أو شبه مستقيمة، بتفضل تتصارع لغاية لما بيوصلوا لحالة أشبه بالأورجازم، بتؤدي في النهاية إن المريض بيقع. زار المسامح بقى واحد من أشهر وأقدم أنواع الزار في الثقافة المصرية. هو مزيج من المظاهر الشعبية والتقاليد الروحية، ولكنه بيختلف عن الزار اللي موجود في الثقافات التانية. بالنسبة لبعض الناس، زار المسامح بيعتبر جلسة روحانية حقيقية بتهدف لطرد الأرواح الشريرة، لكن كتير من الناس بيعتبروه تقليد شعبي بيمارسوه علشان يحتفلوا بيه. أم سامح بقى بتقدم حفلة كل يوم أربع لوزارة الثقافة، هي وأعضاء فرقتها مزاهر. بيكون فيها غنى ومدائح نبوية باللهجة المصرية والسودانية. والزار ليه 3 أنواع في مصر: الزار المصري أو الصعيدي، زار أبو الغيط، والزار السوداني. أم سامح بقى بتجمع ما بين ال3 في حفلاتها بطريقة تحسسك بجمال الفن الشعبي. وبالرغم من دوشة الحفلة واستخدام الدفوف، إلا إن كل اللي بيخرجوا من الحفلة بيبقوا حاسين بنفس الإحساس، إن هم هاديين ومبسوطين وكأنهم مثلا خرجوا من جلسة يوجا. أنا عن نفسي بشجعك إنك تجرب حاجة جديدة زي دي، وغير نظرتك عن الشارع المصري مع مادونا وإنت بتشرب شاي نعناع.